هلا متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا ربي ان شاء الله تكونون زينين بصحة وعافية. طبعا اليوم حبايب راح اشارك وياكم روتيني لهذا اليوم، وان شاء الله يعجبكم. طبعا هذا بلشت الروتين من الغداء. هنا اختي طبخ غداء، هذه بانية طبخت وتشريب مال لحم وتمن. هذا طبخ اختي، طبعا ما صورت الطبخ اي، فهذه حبيت اشارككم. وهنا هذه المشتريات، طبعا اختي اشترت ذني الغراض، قسم من عندهن هدية لصديقتها. طبعا صديقتها يعني متزوجة وعندها يعني بيت وحدها، وجابت لها ذني الغراض يعني مال بيت مناسبة يعني عيد ميلادها. هن دائما يعني كل ما يصير عيد ميلاد وحدة تجيب للثانية، فهذه المشتريات يعني إلها. واشتريت لنا كم شغلة يعني بسيطة هم للبيت، راح اراويكم اياهن حبايب. ابقى بالفيديو ان شاء الله تستمتعون ويانا. هدية مع ابني على صديقتي حلو. اي حلو. هذا اللي حلوات. انا عجبني مش انا اي حلوات. ذني بيش 10,000. زين. نعم. هذا من صديقتي الساعة 3:30 يعني يرهم بين حلو. طاسة مع شيء مال زلاطة مال فواكه. مرقة. لا مثل هذاك الذهبي اللي عندنا. اي بس ما ادري ماشي خلو يمكن متعدد الاستعمالات، ما اعرف شنو. بس انا تخيلت للزلايط. هو كل شيء يحطون بيه يعني كل شيء يرهم. هاي الساعة 2:30 كاسات. شو حلوات. اي حلوات والله. والله على شكل قلوب. اكو بعد غير شكل؟ اي اكو مكسمة ما على كل شيء وردة وما ادري شنو هاي السوالف. بس انا حبيت هاي الموديل هيك جديد. هذا عندنا هذا الميزان. شوفوا لا الكتروني مثلا من هنا خليه يصفر. اي صفر كنتو صدق ما يصفر. خليه نشوف شنو وزن. والله يوزن هاي الكرتونة 9 غرام 8 غرام. خلينا نوزن. هذا بيش 5000. هذا ب5. خلينا نطلع الجداحة 12 غرام. هي طبعا ما بيها غاز خلصانة. خلينا نطلع هاي الجداحة نوزن 49 غرام. 49 غرام. ليش وزنها النص طالع برا نفس الشيء. هذا الميزان حلو. أنا عجبني أبو الفواكه جيت يعني مع المطبخ. طيب بس المطبخ. اي حلو. كان 8 أطراف. بعدهم هاي هيك أبو الميزان القبة وهيك الساعة. قلت لا هذا يفيدنا بالغرامات. اي هذا حلو. وهذا بالفرق سيف مصافي. هذا نسيت من الكبير للصغير. $1 اي حلو. بس هذا عباك مكسور باقي. اي انا لسه بعدين ما صارت السيارة اللي انتبهت عليه. انا استعجلت اخذت اخر شيء. حرامات. اي اخر شيء انتبهت. حرامات والله. وهذا زايد ما في نص. هاي خلصنا. هاي بعد شنو هناك؟ خلصنا. هي خلصنا وعزلنا. هجي الواوا كنا لو لا. عافية. لملمت مع ولا. صديقتي. باي باي. باي. اثنين يديناتي. باي. باي جايز. باي جايز. باي الايد احد. طبعا هسه هنا أنا راح احضر هاي الكبة للعشاء. طبعا هاي الكبة قبل فترة نزلت فيديو اشتريتها من باب معظم. الفيديو اللي تسوقت من باب معظم نزلته. طبعا راح اسويها وياكم واجربها اشوفها يعني طيبة لو مو طيبة، وراح اقول لكم رأيي بيها. طبعا هنا حضرت هذه الشوربة الحمراء. طبعا حمست بصل بالبداية ومعجون وخليت وياه مي، وهسه راح اخلي مع هذا الملح واغطيه، واخر شي طبعا راح اخليه شعرية. طبعا هسه هنا كملت هذه الشوربة، وراح اخلي هذه الكبة جاهزة. راح اخليها ويا هذا الشوربة، وراح اتركها تستوي وبعدين اراويكم النتيجة. طبعا هسه هنا خليت هذه الكبة
بالقدر وقبقته وعفته يعني شوية تستوي الكبة والشوربة سوية. طبعا هنا عندنا خضرة هم جيت انظفها، قلت بين ما تصير يعني الكبة والشوربة، فهنا جيت انظف الخضرة هسه ان شاء الله. طبعا هنا هم جيت هنا دا اسوي هم لبن، قلت خل اسوي. طبعا هاي دول كمال رمضان بس لحد الان يعني ما ضميناهن والله، دا نستعملهن لان ما عندنا غيرها صراحة. بس هذني يعني الترامز ضميتهن، بس هذني يعني اصلا ما استعملناهن احنا برمضان، هذني استخدمنا اكثر شي الترامز. والله زينة يعني هذه بيها هاي تخلط اللبن كل زين. طبعا هسه هنا كملنا كل شي ودا نحضر السفرة، وهذا جابولنا ثواب تمن ماش ولبن هم وياه جابوا قلاص. وهنا دا احضر الكبة. طبعا اليوم احنا فارشين سفرة وهذا عبالك اجواء رمضان، لان اخوتي كلهم موجودين اليوم، ما ادري ايش عجب كل مرة يعني كل واحد ياكل بصفحة، بس برمضان ننجمع بس يعني انتو هم هيجي يعني مرات تصدف هم ننجمع بس مو دائما، بس برمضان لا يعني يومية على الفطور لازم يعني ويا الفطور كلهم والهوسة تجي. فبالايام العادية لا يعني تصدف مرات يعني نقعد سوا، مرات يعني كل من بوحدة يعني مثلا لو طالعين يعني واحد يجي ورا الاخ يعني مو يجون سوية. طبعا وحبايب هنا نتعشينا والحمد لله، وان شاء الله سهمنا وسهمكم العافية. وطبعا انطيكم رأيي بالكبة صراحة يعني مو مثل مالت البيت، مالت البيت اطيب بس يلا اهم يعني نعمة الله كل الحمد لله والشكر. وهنا حبايب بعد ما كملنا العشاء جيت هنا اسوي ليمون، يعني فات ابو الليمون يصيح ليمون وهذا يبيع ليمون، فقلنا خلينا اشترينا يعني كمية كبيرة، وقلت خلي اسوي عصير مال الليمون. العصير الليمون كل زين يعني زين هم يعني مفيد، هواي شغلات يفيد، فانصح تسوون عصير ليمون ايوه حبايب هسه انتهى يعني وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله تعجبكم فيديوهاتي، وانتظروني بفيديو جديد. مع الف سلامة.